بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير على خير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الوصفة نتمنى تدعموني بالجيم والبارطاج والابوني ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. اليوم جيتكم بواحد وصفة خفيفة ظريفة، هي وصفة المملحات الحلزونية، انا نسميها هكذا. هاد المملحات الحلزونية نديروهم بالسلق، عجينة والسلق. المملحات هذه انا واش ندير فيها؟ دون ان ريسيبيون نحط 4 كيسان، هذوك اللي وريتهم لكم 4 كيسان فرينة. هنا راني غربلتهم 4 كيسان فرينة. ندير اون فونتين كيما يقولوا ولا ان ترو، ولا ندير فيها هنا بالغراماج. انا توجور ندير الخميره، ندير خميره الخبز ندير 8 غرامات. وكي ديرها كي هاني كيلتها بالمغرفه ما تجيش كيما المغرفه معمره كبيره، هذه ما تجيش معمره، هذه مغرفه السكر، مغرفه ماشي معمره تاع الخميره ومغرفه السكر. هنا فنيجل تاع لاتاي تاع حليب دافي نديرو دون هذيك لا فونتين. انا دوك دنيت بجيه، هنا ما نقصت من المقطع، دنيت بجيه ندير الزيت، ما نخلطش الزيت مع الخميره والسكر وهذاك الحليب كيكونوا يتفاعلوا. كلي نديرهم بجيه ونحط اني درت الزيت درت ابوبري فنيجل كي يلتو بالمغرفات جاوني واحد 5 مغرفات تاع الزيت. شوفي دوك هنا راني طبعت الزيت بجيه وراني نخلط في هذيك الخميره والحليب والسكر، وندير مغرفه، واحد المغرفه ولا 2 مغرفات ابوبري تاع الصغار تاع الملح، وندير واحد المغرفه تاع خميره الحلوى تانيت معاهم، ونبدا نطم فيهم، نبل فيهم بالماء دافي. هنا راني نبل فيهم بالماء دافي، فوالا ندخل العجين الماء دافي، تجي العجينه شويه طريه، ما كيما نقولوا يابسه، ما طريه بزاف، تجي شويه طريه مليحه. نطموها يا سيدي فوالا، وجايه شاده روحها كيما تاع لا بيتزا. هي نوع من انواع عجينه البيتزا. كاين عجينه البيتزا تبداي بالنواشف ومن بعد تدخلي السوائل كيما هاديه، وكاين عجينه البيتزا تبداي بالسوائل ومن بعد تبداي تدخلي في النواشف. المهم هنا هذيك عجنتها شويه درتها في الريسيبيون وخليتها، غطيت عليها وخليتها تخمر واحد الساعه ولا اكثر. المهم رحت دوطخ بار واش ندير هنا، درت باش نطيب بالسلق تاعي، نحكم هنا هاد المقيله ديالي، درت فيها واحد قريب بصله مليحه متوسطه هكا، تكون شويه صغيره ماشي كبيره، شويه صغيره، قطعتها هكا صغار. زدت سنينات، واحد 2 سنينات تاع الثوم، درت واحد 3 4 مغارف زيت وقليتهم شويه. دوك راني درت السلق هذايا راكم تشوفوا فيه راه كونجلي. انا كي يكون عندي السلق بزياده نقيه، نغسلو ونقيه بالماء والخل ونقطعوه صغير، واش ندير نفورو. المهم نستعمل ولا قعد لي بزياده هذاك الاخر، هذاك نخبيه في الكونجيلاتور. تدبيره كي يكون عندك السلق بزياده قطعيه وفوريه وخبيه في الكونجيلاتور، غسليه وقطعيه وفوريه وخبيه في الكونجيلاتور وشليه بالماء والخل، وخبيه في الكونجيلاتور باش ما يفسدلكش، خاش تخلي السلق هكذاك في الفريجيدار كلي يضربوا الجليد ويفسد. على هذيك انا نخدم، خاطر كانت عندي السلق وبعد خدمت بشويه منه، وشويه اللي قعد ليه خبيته في كونجيلاتور. هذا المورسو اللي قعد لي يجي خبيته في كونجيلاتور راني جبدته ودوك راني استعملته في هاد المملحات. شوفي هنايا كي رميت السلق خليته حتى نشف من الماء تاعو مليح. واش درت له لي زيبيس، هي تقدري ديري غير الملح وفلفل الكحل، وانا واش ندير، انا كيما نديرش فلفل الكحل، ندير له غير شويه تاع راس الحانوت، وزدت له هنا شويه تاع الكركم وشويه تاع زنجبيل، شويه يطوب لنا.
المهم ومن بعد واش ندير نجبد هذاك السلق بجيه، نرمي زوج حبيبات بيض نخلطهم ونرميهم بجيه، نطيبهم كل وحدهم ومن بعد نبدا نخلط فيهم مع السلق هذاك. شوفي هنا اني خليته ينشف، شوفي نشف شوفي خليت او قعد له غير شويه ما هذاك، طبعته للهيه، طفيت عليه النار كي طابلي ونخلي داك الماء يحبط بجيه باش ما يجيني شويه يجيش متشخشخ بالماء، يجيني شويه ناشف. دوطخ با دوك اني رحت لاباط ديالي كي نسبتها خامره اجبتها من الغيسيبيون، اني حطيتها دوك اني قطعتها واحد 12 مرصو هكذاك 12 مرصو. انا نوزنهم، نحب نوزن، واللي عينها ميزانها ديروا عينها ميزانها تعرف الكيل. انا وزنتهم هنا واحد 70 غرام الحبه، 72 الحبه هكذاك. هنايا نبدا نحل فيهم، كيفاش نبدا نحل فيهم بالطول. شوفي كيما راكي تشوفي نبدا نحل فيهم، ندير هكذا السلق ديالي نستفو. هادو مملحات هايلين سورتو هكذا للدراري اللي ما يحبوش السلق المليح ديريهم. ندير شويه فرماج، عندي الفرماج تاع لي بورسيون، نديرو شويه ونغلق. كي نغلق ندورها ومن بعد نعاود نديرها كي الحلزون، ندورها كي الحلزون، والغلقه هاد الاخرانيه نديرها من التحت باش الحبه ما تنفتحليش ما تنحليش. شوفي كيفاش نعاود نحل لاباط تاعي كيما راكي تشوفي اوفال، ومن بعد ندير السلق ديالي ونزيد ندير شويه فرماج. شوفي ومن بعد نكور، شوفي نديرها كيما الخبزه، ومن بعد ديك نغلق الغلقه نعبزها بمليح بيديا، ومن بعد ديك ندورها كي الحلزون، ومن بعد الغلقه لازم تجي من التحت، ومن بعد هذيك الاخرانيه لاكير الاخرانيه نديرها للتحت باش الحبه ما تنفتحليش في الطياب. شوفي تانيت هنا تانيت راني نعاود فيها بور لا تروازيام فوا. شوفي طولت واسمو، نزيد ندير الفرماج تاعي هذيك الحبه تاعي تاع الفرماج هذيك دوكاتيك نغلق. شوفي كي نغلق نبدو ومن بعد نغلق الفتحه، ومن بعد نقلب الفتحه، ومن بعد هذيك ندير حلزون، وداك الاخراني تاع الحلزون نديرو من تحت لاكو هذيك. هنا شوفي كيفاش هم جاو، حطيتهم في السنيوه ديالي، سنيوه دهنتها بالزيت سي نورمال، درت لها شويه تاني فارينه، ودوك حطيتهم. كي حطيتهم تخليهم يخمروا واحد ربع ساعه ما بدا. المهم ديري الفوغ تاعك يسخن. انا هنا شويه كنت مزروبه ما خليتهمش خمروا مليح، بصح ياك ما بد راكي تخدمي فيهم ما بد الفوغ تاعك يسخن. كي تكمليهم شعلي الفوغ تاعك ما بد ربع ساعه، هذيك ربع ساعه هما يخمروا فيها. دهنتهم بصفر البيض، دهنتهم بصفر البيض. صفر البيض انا ندير له شويه تاع القهوه باش يعطي كولور شابه وتنحى ديك الريحه تاع البيض، ودردرت عليهم شويه تاع الجلجلان. هنا راني مدردر عليهم شويه تاع الجلجلان، يعني صدقوني مملحه هايله خفيفه، حتى في رمضان تاني تقدري ديريها هكا في بلاصه البوراك ولا. انا معتمدتها بزاف كي يكون عندي السلق نديرها. شوفي ومن بعد درتهم يطيبوا من التحت، زدت شعلت لهم من الفوق. في هما عابكم المعجنات يحبوا النار سخونه بين 200 و 180 200 درجه. كي طابوا هاني حطيتهم في طبق التقديم، وهادو هما المملحات تاعنا. هنا شوف شحال شابين، شوف كيفاش يجي بريزونطابل كما يقولوا، مفخفخين وشابين بالسلق الداخل وشويه فرماج. ورافقتهم بإن سوب تاع عدس هذاك الاحمر وإن سالاد. ان شاء الله انا ندير لكم لاصوب تاع العدس الاحمر، نوري لكم كيفاش انا طريقتي في الطياب ديالو. اني تاني صورته، ان شاء الله راني ندير لكم فيديو عليه. وشاهدكم في الجنه ويعطيكم الصحه اللي سمعتوني.